شباب اولى ثانوي ازهر، ازيكم عاملين ايه؟ دي المراجعه النهائيه مع بعضينا زي ما عملنا في الترم الاول، فركز وركزي على قد ما تقدر. هتلاقيني مختصر الوقت، هتلاقيني مجهز الاجابات ومظبط دنيتي عشان اوفر عليك وقت عشان الامتحان بكره الصبح. طيب يلا بينا نخش بدون تفاصيل كتير. خش على الدايلوج المحادثه. اول حاجه عندنا يا شباب في المحادثه، اول حاجه بيقول هاو ار يو. هاو ار يو طبعا بقول لاي حد ازيك عامل ايه، فطبعا الرد التقليدي هيقول ايه I'm fine او I am fine. بس كده شكرا. راح قايل له and you، قال له ايه I'm fine وانا كمان. طيب رقم 2 بقى، هنخش هنعمل سؤال. طب احنا اتفقنا قلنا السؤال ليه ستايل، في شكل، اداه الاستفهام، فعل مساعد، الضمير او الاسم. وانت بتسال يا شباب محدش ينسى في خطوات لحل المحادثه. بسال على اخر كلمه، حدد اداه الاستفهام، ببص بعيني في الجمله لو في از او ار او كان او ويل، تمام، بحطهم في السؤال. طب ما فيش، بروح لدو يا داز يا ديد. في حاجه ورايا زي شود، شود لو موجوده يا جماعه، او ماست، تمام، الافعال دي مساعده برضو، خدها حطها في السؤال. بس ثانيه واحده، اخر كلمه هنا اهي. بس بص كمل كده، كمل كمل كمل. بص انا بعمل ايه، بص كمل 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 كمل. في اند، زي ما اتفقنا اتفاق من اول السنه، قلنا دايما بنسال على اللي قبل اند واللي بعد اند، مش هينفع اخد حته واسيب التانيه اهو. يبقى احنا كده هناخد كل ده. لما بقى يا شباب تاخد الفعل اللي ورا شود وبتسال عليه من ضمن الكلام، لازم في السؤال تكتب مع شود دو، لان دو معناها يفعل. دو معناها ايه يا جماعه؟ يفعل. يبقى انت كل ده غير عاقل زي ما اتفقنا قبل كده، كل ده غير عاقل، كل ده كده اللي بتسال عليه غير عاقل. اللي قبل اند واللي بعد اند مش اسامي بني ادمين، خلاص يبقى غير عاقل. يبقى وات، شود موجوده ادي شود، يو بتتحول لاي يبقى وات شود اي دو، ماذا يجب علي ان افعل، اعمل ايه، دي معناها اعمل ايه بطريقتنا احنا. تمام. يبقى تاني وات شود اي دو. واحد ممكن يقول لي وات شود اي ستادي، لا ما تقولهاش هنا، مش هينفع. ما هو هنا بيقول له ستادي هارد، ما بقولكش اسامي مواد دراسيه. تمام، فهنقول وات شود اي دو. طيب رقم 3 بيقول له كان، سؤال بهل، سؤال بفعل مساعد، يبقى يا اما يس يا اما نو. بص انا قلت ايه، بيقول له كان يو ستادي وذ مي، قبل ما تقول يس ولا نو بص تحت رقم 3، تحت نمبر 3 ما قال له نو بروبلم I will study alone. I will study alone like you. انا هذاكر لوحدي زيك. حلو قوي. يعني هو قال له هاجي اذاكر معاك؟ لا، قال له لا، يا اما هتقول له نو اي كانت يا اما سوري اي كانت. انا قلت يعني ايه اجود شويه. يعني لو حد قال ايه، لو حد يا جماعه قال نو اي كانت، تمام وزي الفل عادي جدا مفيش اي مشكله. طيب بص بقى اللي بعديها، راح قايل له ايه، قال له حاجه، راح قايل له شكرا. طبعا اتمنى له خير، اقول له شكرا ليك، مثلا حظ سعيد، ربنا معاك، جود لاك. انا قلت له ايه جود لاك، راح قايل له ايه ثانكس، او راحت هي قايله لها ايه ثانكس. بس كده. خش بقى معايا على اللي تشوز. مش عايزين ندي الموضوع هنا يا جماعه اكبر من حجمه، المحادثه ليها طريقه في الحل، نطبق خطواتنا وشكرا وسلام عليكم. خش معايا على اللي تشوز. يلا بينا على التشوز. اول سؤال في التشوز بيقول لك to improve your overall health، عشان تحسن حياتك او صحتك العامه. it's important to، خلي بالنا ده في الجرامر، it's important to يعني من المهم ان او من الضروري ان، دايما بيجي وراه الفعل في المصدر اهو. limit your consumption، لازم تحدد او تقلل من الحاجات اللي انت بتستهلكها، تمام، of نقط and sugary drinks. sugary drinks اللي هي مشروبات الغازية او المشروبات اللي فيها سكر كتير، تمام. طبعا حاجة مضرة بالصحة. وايه تاني، والحاجات اللي ممكن تتاكل من الشارع زي الفاست فود او الجانك فود، يا اما فاست فود يا اما جانك فود، يا اما فاست فود يا اما جانك فود. حلو قوي. نيجي على رقم 2 بيقول لك learning a new language، تعلم لغة جديدة، requires يتطلب a lot of time، محتاج وقت كتير. ده اللي احنا بنتكلم فيه دايما، لازم ممارسة. طيب patience، patience صبر، and training تدريب، تدريب لازم تدريب. empathy يعني تعاطف، آسف. machinery يعني آلة أو شيء بيشتغل بالآلة، آسف. achievement يعني إنجاز، لا لا، فالإجابة training، training. طيب نيجي على نمبر 3 بيفور. بصوا يا جماعه بيفور مفيش وراها ضمير او اسم، هاخد الفيرب احط له ايه اي ان جي، جرامر يونت 8، تمام. بيفور باينج ا لابتوب يو شود، شود بيجي وراها الفعل في المصدر، تمام. قبل ما تشتري لابتوب يجب عليك ان انت تشيك، تفحص ذا نقط to make sure عشان تتاكد it covers
ان هي repairs covers repairs، يعني تبص على الضمان وتطمن ان الضمان ده معاه فتره زمنيه معينه عشان لو حصل له حاجه لا قدر الله تقدر ترجعه ويصلحه لك، وهو طول ما هو في فتره. بيقول لك my grandfather not smoke but he quit 10 years ago، ولكن ما بقاش يعمل الحاجه دي من 10 سنين، بس خلاص ماضي ماضي ماضي. use لا، was used to لا، بيجي وراها verb plus ing، الاجابه used to used to used to. حلو قوي. اللي بعديها بيقول لك مروه not in Cairo since بتيجي مع have او has، والتصريف الثالث للفعل المضارع التام، محدش ينسى، بس خد بالك وخدي بالك. مضارع تام since جمله في الماضي البسيط او حدد وقت معين، يعني اسم الساعه، اسم اليوم، اسم الشهر، اسم السنه. بعد since اهو يا جماعه اسم السنه اهو 2015. طيب نيجي على اللي بعديها رقم 6 بيقول لك water grammar unit 8 المضارع البسيط البريزنت سامبل. هتبدا الجمله بفعل في المصدر، هتبدا الجمله بجمع عاقل او غير عاقل او اي، هتختار فعل في المصدر. هتبدا الجمله بمفرد عاقل او غير عاقل، هتختار اس التحقق please don't forget. يبقى water boils الميه بتغلي at 100 degrees Celsius under normal conditions، يعني بتغلي لحد درجه مئويه تحت الظروف الطبيعيه. normal يعني طبيعي، وconditions يعني ظروف. محدش ينسى لو سمحت. نعيد تاني. junk food اكل من الشارع، training تدريب، warranty في زيها guarantee، تاني warranty في زيها guarantee، نفس الكتابه بس بنحط جي، تمام، يو اي، تمام. بعد كده بنكمل نفس الكلمه بنفس الطريقه، لو حد كتب واي او حد كتب في ايه في الاخر مفيش اي مشكله عندنا. بعد كده عندنا used to معتاد ان يفعل شيء في الماضي بيجي وراها فعل في المصدر. اللي بعديها since بتيجي مع have او has والتصريف الثالث، وبعديها هنا وقت محدد، اسم الساعه، اسم اليوم، اسم الشهر، اسم السنه، او جمله في الماضي البسيط. نمبر 6 لو جملتك هتبدا به او شي او ات او اي اسم مفرد عاقل او غير عاقل، خد الفيرب حط له اس التحقق. يلا بينا نخش على اللي بعده. مجهز لك بقى هنا، مجهز لك الري رايت. يلا يا شباب ركز معايا لوجه الله. بيقول لك حط used ما اسمهاش used، اسمها used to. طيب الجمله الاولانيه زي ما هي يا جماعه، لان هنا مكتوب when I was a child، عندما انا كنت طفل، ماضي، فماضي بكمل ماضي، ماضي بكمل ماضي، ماضي بكمل ماضي اهو. كما هتقول له I played، اسف I used to play football every day after school. هنا every day دي تدل على المضارع، وهنا يا جماعه used to play معتاد ان يفعل شيء في الماضي، حاجه حصلت وانتهت. يعني انا زمان او قبل كده كنت بلعب كل يوم بعد المدرسه، دلوقتي لا، دلوقتي لا. طيب نمبر 2 هو بيقول لك حط السنس. حلو قوي. طلب بس صغير، طلب صغير من كل طلابي اللي بحبهم جدا. لو لقيت يا جماعه في الجمله بلاست بيقول لك حط سنس، بيقول لك حط فور، تمام، اعرف ان انت هتخليها يا اما هافنت يا اما هازنت، لان هنا لاست معناها اخر مره، يبقى ده لاست تايم دي معناها اخر مره، يعني انت من ساعتها ما عملتش الحاجه دي، يبقى لازم ننفي. يبقى اي بتاخد هاف، طب هتبقى اي هاف ولا اي هافنت؟ اي هافنت. تروح عامل كده بقى يا جماعه كده. ابدا جملتك اهو، ادي اي haven't visited التصريف الثالث my uncle was مع السلامه، ان مع السلامه، لان ان بتيجي مع الماضي البسيط، يعني ان بتيجي اهو. بص خدت الفعل حطيت له اي دي، لكن انا حطيت سنس هنا ان 2019، هروح شايل ان وكاتب سنس 2019 سنس 2019. بليز دونت فورجيت، لو سمحت ما حدش ينسى. لو حد كتب هاف هتبقى مشكله، هتبوظ الجمله كلها. طيب نيجي هتجيلنا تاني، هتجيلنا تاني. طيب نيجي على رقم 3 بيقول لك حط جوينج. احنا ما خدناش جوينج دي، مفيش حاجه اسمها جوينج، اسمها ام او از او ار زائد جوينج تو زائد المصدر، زائد الفعل فين؟ في المصدر. يبقى اهو شي موجوده يبقى شي بتاخد از، يبقى شي از جوينج تو. فين بقى تو في الجمله هنا؟ فين تو في الجمله؟ اهي تو اهي. بس انا هنا ينفع اقول تو دبي، يعني اقول هي سوف دبي، ولا تسافر الى دبي؟ تسافر الى دبي يعني سوف تسافر، سوف اللي هي going to اللي احنا بنكتبها كلنا في الباراجرافز. I'm going to talk about، هنا مكتوب she، يبقى she is going to بدل flying خليها fly، ودربتكم عليها قبل كده كتير. fly هنا جايه بمعنى يسافر، مش جايه بمعنى يطير. طيب to Dubai tomorrow، بس كده.
طب هنا يا جماعه كلمه بوت ليها لازمه؟ لا. ذا تيكتس ليها لازمه؟ لا. لاست ويك ملهاش لازمه. كل ده ملوش لازمه اصلا، ده ماضي، انا مش دعوه بيه، انا عايز ابدا بس جملتي بالضمير او الاسم بس. الناحيه الثانيه سو ملهاش لازمه، خدت شي بس مره واحده، از اهي، بعد كده بدل فلاينج رحت قايل going to fly، بعد كده خدت الجمله بقيتها to Dubai tomorrow. tomorrow معناها غدا، بس كده. خش على نمبر 4 يا شباب، بيقول لك حط بروميسد. بروميسد يا شباب من ضمن المذاكره عندنا في يونت 10 اسمها بروميس 2. اسمها ايه تاني؟ بروميسد 2. بروميس يعني دايما بيجي مع 2. حلو قوي. يبقى احنا هنشيل ست 2 ونحط مكانها بروميسد. طيب يبقى احمد بروميسد 2. ما هو هنا بيقول لك احمد سيد تو مي، يبقى احمد بروميسد 2. 2 ايه بقى؟ تعالى خش لي على الجمله كده. خش لي على الجمله كده. فين الفعل؟ تو بيجي ورا الفعل في المصدر، ينفع اي؟ لا. ويل؟ لا. مين الفعل الاساسي؟ هيلب. مفيش حاجه اسمها تو ويل، مفيش حاجه اسمها تو اي، يبقى تو هيلب. بص بقى، احمد وعد ان هو، بص، تو هيلب مي، هيساعدني. مي اهي، بس انا ما جبتهاش وراها ليه على طول؟ ما جبتش مي دي وراها ليه على طول يا جماعه؟ عشان بروميسد اسمها بروميس تو. بروميسد اسمها بروميسد ايه؟ تو، يعني لازم لازق فيها تو. تمام؟ يبقى احمد بروميس تو. تو وراها الفعل في المصدر اللي هو هيلب. يو هتتحول لمي. with هقول له بقى with your science project، مشروعك انت، مشروعك انت بتاع العلوم. لا لا، مشروعي انا عشان انا قايل مي، يبقى مي هتحول هنا ايه؟ لماي. مي يا جماعه هتحول هنا لايه؟ لماي. ماي ساينس بروجكت. بليز 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 محدش ينسى، ما جبتلكش سيد، ما جبتلكش تولد، ما جبتلكش asked، جبت لك promised. promised من ضمن الافعال اللي بيجي معاها تو فاسمها promise to. في كلمه كمان برضو مشهوره اسمها deny، يعني ينكر. دي اي ان واي. دي اي ان واي. لو جه قال لك denied، بس denied دي بيجي وراها اي ان جي. يعني لو هنا بقول لك حط denied هتبقى احمد denied helping، وكمل الجمله. Please don't forget، لو سمحت حدش ينسى. خش بقى على القطعة يا شباب، وتعالى افكركم القطعة كانت بتتحل ازاي. أول سؤال أهو، what could، بس أدي أداة الاستفهام، طبعا كلنا لازم نكون عارفين معنى أداة الاستفهام. نعم ماذا لغير العاقل. حلو. could يعني استطاع أو ممكن، ما علينا. فين تالت كلمة من تالت كلمة؟ the parrot do that caused the funny situation. قبل ما تترجم، قبل ما تعمل أي حاجة، تعال ناخد الكلام ده ندور عليه فوق. يلا يا شباب هبعد شوية أهو. اقولها لكم انا بقى. بص بقى دلوقتي the parrot او parrot that could، ادي كود اهي، تمام. repeat everything it heard، بس كده. a talking parrot، حد عايز ياخد جملتها من اولها لاخرها تمام، بس هنا يعني ما بيقولكش my uncle في السؤال، يعني عمي في السؤال، فمش محتاجه ان انت يعني تكتبها. تمام بس. طيب ممكن حد تاني يا جماعه يقول لك ما parrot اهي، صح؟ suddenly squawed يعني هتتكلم. no homework no homework، بسألها بصوت no homework no homework، اللي هو صوت البارت اللي هو البغبغان يعني. تمام. right in the front of my aunt، عادي ممكن برضو تكتب الموقف ده. هو بص بيقول لك ايه caused the funny situation، خلى الموقف فيه ضحك يعني او موقف مضحك. طيب ممكن برضو حد تاني عامل ازاي؟ بص ياخد الحته دي كلها كده، كل دي من اول هنا كده، وكل السطر اللي بعديه، وكل ده وكل ده لحد اهو كلمه لافت، وراح واخد الجمله دي كلها. بس انا رايي يا جماعه مش مستاهل اهو، بس بارود بيتكلم خلى اي في موقف مضحك، بس بيردد اي حاجه يعني. اهو هو بيقول لك could repeat everything it heard، بيعيد اي حاجه بيسمعها بس. طيب رقم 2 بيقول لك why بنجاوب عليها because why did اهو من ثالث كلمه. كريم's face turned red when the parrot spoke، لما الباروت اتكلم وش كريم احمر. تعال ندور عليها، ما بقول لك ليه، اكيد موجوده فوق. بص عليها، كل واحد ياخد وقت. انا سايب لك القطعه قدامك وانا بوريك اطلع الاجابه ازاي من القطعه. بص، كريم's face turned bright red and he had to admit the truth. ليه بقى؟ بيقول لك ليه اصلا وشه احمر؟ ليه وشه احمر؟ ليه وشه احمر ليه؟ عشان الباروت اتكلم. يبقى انت لازم تروح جايب لي الجمله دي كده من اول هنا كده اهو، دي كده رقم 1 اهو، كل ده
واحد يجي يقول لي ايه كل ده؟ انا هعمل ايه؟ انا مالي؟ ما بقول لك ليه وشه احمر؟ فلازم نقول له ليه. او the parrot suddenly squawked no homework no homework. اتكلم بصوته هو، تمام. right in front of my aunt. اتكلم قدام عمته. ولو سمحت وانت بتجاوب هو بيقول لك كريم، ما تقولش my aunt، مش عمتي انا، هتقول his aunt. هتروح قايل she turned to Karim with raised eyebrows. بصت لكريم كده، عملت له كده الحركه دي turned eyebrows. دي eyebrows دي اللي هي دي كده، رفعت له حواجبها يعني. كريم's face turned bright red. وشه بقى ايه اللي حصل له؟ احمر. فهو بيقول لك بقى ليه دي مش وراها؟ ليه دي اهي قبليها؟ بس كده. وكمل الجمله لحد النقطه، بس كده. يبقى الاجابه هنا من اول هنا او ذا لحد هنا truth. طيب نمبر 3 بيقول لك what lesson did Karim learn from this experience؟ فين؟ ادي سؤال، ادي كلمه what lesson يعني ما الدرس. did بعد كده كريم learn from this experience. اهو كريم learn from this experience. كريم اتعلم ايه من الموقف ده او من الخبره دي؟ الدرس اللي اي حد بيتعلمه يا جماعه بيبقى دايما في الاخر. اهو بص، كريم learned that. اهو learn اهي، ودي كريم اهو، تمام. learned that have a funny way of revealing themselves. يعني from that day. خدوا الجملة من أولها يا شباب. أهو he now says if you don't want the parrot to tell it's better not to tell a lie at all. بيقول لك لو مش عايز البارت يتكلم ما تكذبش أحسن. يعني كريم أصلا كان بيعمل يعني موقف فيه كذب، وكان بيخبي على عمه وعمته. فأنت أنا خدت الجملة أهو من أول النقطة، خدت الجملة لحد آخرها. بس برضو هنا بيقول لك ايه الدرس اللي هو اتعلمه، فتحت اهو الكلمه اللي ما بين قوسين هو الدرس اللي هو اتعلمه. والله عايز تكملها كلها كده تمام، عايز تقول من اول الاقواس لحد اخر الاقواس انت تمام في دي وانت تمام في دي، ما عندناش اي مشكله. نيجي بقى على اللي بعديها. بص انا مختار ايه. بيقول لك كريم told his mother he had no. تمام. معلش بس هفكركم بحاجه، جرامر يونت 10 ادي told ودي had ماضي بكمل ماضي، ماشي. دي اول حاجه. بص لما جه يحط فعل تاني قال because he want ولا wanted ماضي بكمل ماضي لو سمحت. جرامر يونت 8 وجرامر يونت 10. طيب كريم had told his mother he had no homework because he wanted to. كريم قال لمامته هو مش عندوش واجب عشان هو كان عايز يعمل ايه. بص بقى كده، كذب عليه اهو، او كذب على عمه وعلى عمته كمان. دور بقى اهو. بص to skip homework and told my aunt he had none. ليه بقى ما عندوش حاجه؟ later that day Karim was playing video games loudly. كريم كان بيلعب فيديو جيمز، كان بيلعب بلاي ستيشن يعني. loudly يعني بصوت عالي، فضح نفسه يعني. اهو مش حاجه من دماغي، نفس الكلام اللي في السؤال فوق. طيب the parrot squawked no homework at a moment when. البارت قال كده امتى؟ اهو اهي squawked اهي، كبر بس عشان تبقى باينه الكل اهي. no homework right in front of his aunt. she turned to Karim with raised eyebrows لما عملت له كده. طيب ثانيه واحده، يعني قدام مين؟ قدام عمته. حلو قوي. بص معايا كده يا جماعه. هنا عمته لا، عمته لا، عمته لا. اهو كريم's aunt كريم's ايه يا جماعه؟ aunt. بس كده. طيب نيجي بقى على الاسلامك، يلا بينا. بيقول لك what does honesty of speech mean؟ الصدق في القول او الفعل معناها ايه؟ او telling the truth لازم تقول الحق in all situations في كل المواقف. Number 2 بيقول لك during the years of not the Muslims suffered a lot. اثناء سنوات الحصار او المقاطعه. حصار او مقاطعه يعني ايه؟ siege. خلي بالكوا بصي دي تكتب ازاي؟ siege SIEGE. بصي دي اسمها سيج، ودي اسمها سج، ودي اسمها ستيج. ولا دي ولا دي ولا دي اهي سيج. بس كده، شكرا. خش على اللي بعده، يلا بينا. Prophet محمد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم was known as the honest and trustworthy. كان معروف بالصادق والأمين even before his mission began. حتى قبل ما الدعوة بتاعته تبدأ. أيوة طبعا true، محدش ينسى احنا هنكتب T، ولو false هنكتب F زي ما اتدربنا. Prophet Abraham، سيدنا إبراهيم is widely known as the father of the prophets. سيدنا إبراهيم معروف بأبو الأنبياء، صح.
طيب نيجي بقى على الباراجراف. هنا احنا هنا مش هنخش في الباراجرافز بتفاصيل، احنا بس هنقول العنوان بيتكلم عن ايه. A fantastic day you had، يوم رائع انت قضيته. فهنا يا جماعه لما حد هيجي يتكلم يقول انا رحت مكان معين، هتقول لي ان انا رحت. يعني مثلا تقول لي I'm going to talk about a fantastic day I had، you هتحول I. بعديها بقى تروح قايل لي مثلا ايه I went to the pyramids، I went مثلا to the pyramids with my family وكده. تقول لي اوصف بقى واتكلم وعيش حياتك، وعايز تستخدم ورقه الباراجراف تمام، بس لو سمحت خد بالك ان انت هتتكلم in the past، in the past في الماضي. يعني مثلا حد يقول مثلا ايه انا قابلت سياح في الاهرامات مثلا، جمله بسيطه هتروح قايل ايه I met met tourists at the pyramids في الاهرامات. I rode a camel، I rode a camel مش I ride، I rode R-O-D-E. تمام. طيب تعال نخش بقى على الترجمه، وده اللي يهمنا دلوقتي. احنا الباراجرافز كده كده هنبقى نتكلم فيها وعاملين لها ايه تفسير يعني او تفصيل بالملي. ايه الترجمه يا شباب؟ بيقول لك time is very important، بس لو حد قال الوقت مهم جدا، يعتبر الوقت مهم جدا، الوقت يكون مهم جدا، كل ده تمام، لان احنا زي ما اتدربنا قبل كده وقلنا ان is معناها يعتبر او يكون، هي وام وار. وخد بالك وخدي بالك لو سمحت، في العربي ملهاش لازمه، لكن المهمه جدا في الانجليش. في العربي مش هيجي يقول لك اكتبها، يعني مش هيجي يقول لك يعتبر ولا يكون، هو انت كده كده في الانجليزي، في الانجليزي انت اللي هتحطها. طيب لو هو مش كاتب فعل بالعربي حلو قوي، يبقى time is very important، الوقت مهم جدا. and you should يجب عليك او يجب ان، اهو exploit يعني يستغل، يبقى you should exploit it. ادي عايد على مين لو بيحل قطعه؟ ادي عايد على التايم، على الوقت. ارجع للجمله اللي قبلها، الحاجه الغير عاقل اللي زيها هي المفرد. يبقى ويجب ان نستغله بعنايه carefully او بحرص. ممكن حد يقول ايه ويجب ان نستغله ويسكت، واحد تاني يقول لك ويجب ان نستغله بعنايه ويسكت، واحد تاني يقول لك ويجب ان نستغله بحرص. زي الفل، انتوا الثلاثه صح. and benefit from، benefit from يا جماعه الكلمات الحفظ يا رجاله، يا بنات benefit from يستفيد من. بص بقى بيقول لك benefit from it، التاني ادي عايد على مين؟ اكيد مش عايد على ادي، عايد على مين؟ على التايم، ونستفيد منه. طيب as much as possible يعني قدر المستطاع او قدر الامكان. as much as possible ده لفظ كده بيتقال مع بعضه expression، يعني ايه؟ قدر الامكان او قدر المستطاع. حلو قوي. تعال بقى نكتب دي مع بعضينا. بيقول لك يجب علينا، يبقى we نحن، we should. الاهتمام بصحتنا يبقى take care of. صحة لا our، بيقول لك صحتنا we بتتحول لأور، بتبقى ملكية our health. وتناول طعام صحي and ثانية take في المصدر عشان should اللي قبل and زي اللي بعد and eat healthy food. كمل. متوازن يبقى لا، هنا في مشكلة، هنا كده لا مش هينفع، نروح عاملين كده، لازم نقول كلمة متوازن الأول. balanced، كلمة متوازن اللي هي balanced and eat balanced healthy food. حلو قوي، بكل العناصر الغذائية. طب بكل دي with، بكل دي يعني with، ها with طبعا كل بقى اللي هي all، with all. بص بقى العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، يبقى with all ايه؟ هو عنصر اصلا يعني ايه؟ عنصر يعني item. طب بص كده with all items، ركز بقى فيها دي عناصر تمام. of food، ممكن حد يقول food items عادي مفيش مشكلة تمام. الذي او التي او ان ذات، واحد ينسى ذات يحتاجها الجسم، يبقى ذات. ثانية واحدة، ابدأ بمين؟ احنا قلنا دايما في ستايل في الجملة، الضمير او الاسم بعد كده الفعل. ذات ده أداة ربط، يبقى لازم بعديها نفس الستايل، يبقى ذات ذا need body، لا طبعا the body، body جسم مفرد غير عاقل، فاخد الفيرب بعديه احط له اس التحقق that the body needs. محدش ينسى لو سمحت البيسكس ان انجلش، الاساسيات طول ما الكلام مضارع
طول ما الكلام مضارع جملتك اول حاجه فيها مفرد عاقل او غير عاقل، يعني عايد على هي او شي او ات، خد الفيرب احط له اس التحقق. طيب نخش على الامتحان التاني مع بعضينا. يلا بينا على الدايلوج، يلا بينا على الدايلوج، يلا بينا على الدايلوج، يلا بينا على الدايلوج. اول حاجه بيقول لك I'm going to watch the match in the stadium. انا هتفرج على الماتش in the stadium في الاستاد. حلو، سيبك منها. تحتيها It's tomorrow at 8 p.m. هنسأل على الوقت. الوقت اهو، كل ده وقت. Tomorrow at 8 p.m. هنسأل على دي. سألنا على آخر كلمة، حدد معايا أداة الاستفهام. ده وقت يبقى when. بص بعينك في الجملة، في is أو are أو can أو will في تاني كلمة أو is أهي، يبقى when is. كده فاضل مين؟ it. أدي it بس كده. when is it. when is إيه يا جماعة؟ it. حلو قوي. طيب رقم 2 يا جماعة، عندك سؤال بهل. أدي أول كلمة فيها have. هل اي سؤال مش اوله WH او هاو يبقى يا رجاله يا بنات هنجاوب بيس او نو. ادي هاف اهي، يبقى يس اي هاف. طب انت قلت لي يس ولا نو بناء على ايه؟ استنى. بص رقم 3 فاضيه. رقم 4 بيقول له يس يو كان جيت ذيم اونلاين ايزلي. تاخدهم اونلاين بسهوله. هم ايه دول؟ اهو بوكت ذا تيكت. بيقول له هاف يو بوكت ذا تيكت، هل حجزت التذاكر؟ يبقى هنا يقول له يس، ما هو تحت بيقول له يس، يبقى هنا يقول له يس اكيد. طيب يبقى يس اي هاف. بص بقى تحت سؤال بهل صح؟ بص هعمل ايه؟ مع السلامه يس. اعكس بقى، مش في از او ار او كان او ويل، في كان اهي، يبقى كان يو بتحول لاي. ادي جيت بدل ذم. لو حد مش عايز يكتب ذم اللي هي هم، عايد على كلمه تيكت، بس هنا هتخليها تيكتس التذاكر، اكتبها. عايز تكتب ذم على طول تمام. ودي كلمه اونلاين، ودي كلمه يا جماعه اونلاين. لا مش عايزين نغيرها دي. بص ادي كلمه اونلاين. عايز تكتب ايزلي وحد كتبها عادي، طب حد ما كتبهاش مش قضيه، مش هتفرق فيها اي حاجه. قال له يس يو كان جيت ذيم اونلاين. طيب وهنا بقى بيقول له هو ار يو جوينج وذ. هتروح مع مين؟ قبل ما تجاوب بص تحت، قال له اوكي اي ويل نوت ليت يو جو الون. انا مش هخليك، مش هسمح لك انك تروح لوحدك. حلو قوي. لو كده هيروح مع حد؟ لا، يبقى nobody او no one. ممكن حد يكتب no one، ممكن حد يكتب nobody، بس براحتك. انا المهم بس ايه اقول ولا اي شخص، ولا اي شخص. طيب حلو قوي. نخش يا شباب على choose مع بعضينا. بيقول لك choose the correct answer. حلو قوي، يلا بينا. بيقول لك the principal المدير decided to قرر ان نقط the students الطلاب who الذين achieved حققوا the highest اعلى الجريدز اعلى الدرجات with a certificate. زي ما بنعمل مع بعضينا certificate يعني شهاده تقدير، certificate يعني شهاده او شهاده تقدير. حلو قوي كده، انا هكافئهم. يعني ايه كافئ؟ reward. يعني ايه كافئ يا جماعه؟ reward. طيب remain يعني يظل او يبقى، اسف. track يعني يتعقب او يراقب حد، اسف. manage يعني يدير، اسف. او يتحكم في شيء، لا برضه. نيجي على اللي بعديها بيقول لك a simple ايه بسيط like a nod nod or a smile. nod يعني يهز راسه كده، or a smile يبتسم. can often communicate يتواصل او يخلي في تواصل more than words اكتر من الكلام. يبقى في تواصل اكتر من الكلام. تعمل ايه؟ gesture. gesture يعني ايماءات او حركات سواء بالوش او بالايد. تمام، اسمها ايه؟ gesture. gesture لو حد فاكر الكلمات الحفظ gesture. بعد كده عندنا if you don't have fresh tomatoes. لو مش عندك طماطم طازة you can use not ones as a substitute. كلمة substitute يعني بديل. الشباب لو حد بيلعب كورة أو حد اتفرج على ماتشات تشامبيونز ليج هتلاقي بره واللعيبة بتنزل، تمام، لما بيحصل تبديل بتلاقي الكلمة دي مكتوبة، بس بتبقى مكتوبة كده substitution، بيشيل الإي ويحط مكانها اي او ان يعني تبديل. طيب مين بقى البديل للاكل الطازه؟ الاكل المعلب. المعلب اسمه ايه؟ كاند. كاند. المعلب ده اسمه ايه يا جماعه؟ كاند. 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 ريفرش؟ لا، ريفرش دي يعني يحسن تاني من جديد، لا. فيري دي لو حد فاكر يعني مشطشط. را، لا، رو يعني طري او ني، فلا. طيب نيجي على نمبر 4. نمبر 4 يا شباب بيقول لك باي yesterday evening امبارح بالليل. باي باي وراها مستقبل، الإجابة will وهاف والتصريف الثالث مستقبل تام.
باي وراها اسم عاقل او غير عاقل بتدل على المبني للمجهول ايا كان بقى الزمن ايه. كان عندنا مضارع بسيط، المبني المجهول بتاع المضارع البسيط از او ار والتصريف الثالث. المبني المجهول بتاع الماضي البسيط was or were والتصريف الثالث. المبني المجهول بتاع المضارع التام have او has وبن والتصريف الثالث. المبني المجهول بتاع الماضي التام had وبن والتصريف الثالث. المبني المجهول بتاع المستقبل will وبي والتصريف الثالث، او am او is او are زائد going to زائد be زائد التصريف الثالث. طب باي بقى وراها ماضي، الاجابه had والتصريف الثالث. ماضي تام. يعني انت وانت بتذاكر كده وانت بتذاكري حطها كده من ضمن مذاكرتك يونت 8 زي after و as soon as و before و by the time و till و until و no sooner و hardly و scarcely. كل ده كل اللي انت بتاخده ده. فلو سمحت بليز 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 محدش ينسى باي اهي. باي زائد ماضي الناحية التانية ماضي تام had والتصريف الثالث للفعل past perfect او past perfect او had found. بس تديش الموضوع اكبر من حد. هنا بقى بيقول لك according to the timetable. خلاص يا عم عايز ايه ده جاوبها. timetable جدول مواعيد. timetable درس المستقبل. اول ما تلاقي كلمه timetable او schedule تاني اللي هو اللي بنقول عليها جدول مواعيد او schedule، تمام؟ ركز بقى. لازم الاجابه بتاعتك تاخد الفيرب تحط له اس التحقق. تاخد الفعل تحط له ايه؟ اس التحقق. تاني تاخد الفعل تحط له ايه؟ اس التحقق. يبقى الاجابه leaves اهو. ده next train to Cairo. لو حد فاكر زي ما اتعلمنا مع بعض كنا بنقول ايه؟ اول كلمه في الجمله اللي فيها نقط دي هتلاقي ايه؟ مفرد وغير عاقل وليها جدول مواعيد. القطر مفرد وغير عاقل وليه جدول مواعيد. ايوه والله العظيم تمام. فالاجابه تبقى leaves. طب لو حد نسي كمان بص في الاخر هتلاقي الوقت كده مكتوب كده، هتلاقي ارقام مش حروف. ده كده جدول المواعيد. اللي بعديها بيقول لك محمود want start. want دي اللي هي will مستقبل. اقرب حاجه للمستقبل المضارع. اقرب حاجه للمستقبل ايه؟ المضارع. طب ثانيه واحده، انت هنا عندك has come وعندك comes وعندك is. am و is و are ولا ing؟ لا. عندك will تاني ما ينفعش will تتكرر. تعال بقى نقرا. بيقول لك محمود want to start cooking until his mother not at home from work. بص بقى يا شباب، هنا ممكن حد يقول لي ايه؟ طب has come صح، محمود مش هيبدأ الاكل او يعمل الاكل الا لما مامته تيجي من الشغل. طيب حلو، انا ما عنديش هنا مشكله ان انا ممكن اختار has come، بس هنا في مشكله اكتر. هي come هنا come ولا comes؟ comes. فانت كل الناس بقى اللي قاعده لازم تاخد بالها من حاجه صغيره. انا هنا بخيرك ما بين المضارع التام والمضارع البسيط، صح؟ الاولويه دايما للمضارع التام، بس لو في كلمه داله بتدل على المضارع التام. يعني لو مديك المضارع البسيط وصح كده عليكم على المضارع البسيط عادي مفيش اي مشكله. فالاجابه يا جماعه هتبقى comes. الاجابه هتبقى comes. تاني الاجابه هتبقى comes. ناخد بالنا لو سمحت، سؤال بايخ شويه تمام، لان الاولويه دايما احنا بنروح لهاف او هاز والتصريف الثالث، بس هنا مفيش كلمه اصلا بتيجي مع هاف او هاز والتصريف الثالث. في كلمه تانية موجوده هي until دي. until دي مش بتيجي مع هاف او هاز والتصريف الثالث، فانا غصب عني بعدت عنها للاسف. يعني until دي مش موجوده كنت اخترت دي عادي جدا. ماشي طيب نيجي على اللي بعده. يلا بينا يا شباب خش على السؤال الاول. كانت الديدكشن، درس الديدكشن الاستنتاج. جملتك يا شباب دايما من بعد هتحط كانت، هتحط ماست، هتحط شود، هتحط mustn't، هتحط needn't، هتحط may might could. جملتك من بعد to او من بعد that. بص في الاول كده I'm certain that. بس كده كل ده مع السلامه. انا متاكد ان. ابدا بشي. ادي شي مين اللي عليه الدور؟ الفعل المساعد كانت. is هتبقى is؟ لا، المصدر بتاع am is are was were be اهو. she can't be. كمل بقى the thief because she was with me all day. هي مش الحراميه عشان هي كانت معايا طول اليوم. يا جماعه ما عملتش حاجه والله العظيم ما عملت حاجه، كتبت كل حاجه زي ما هو او زي ما هي. حطيت كانت ثاني كلمه في الجمله وكانت وراها الفعل في المصدر. نيجي على اللي بعديها بيقول لك حط advised 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 advised. ادي advised اهي. advised يعني ناصح. حلو قوي. مكتوب my mother هنشيل said ونخليها ايه؟ advised. طيب advised مين؟ ماما نصحت مين؟ اقرا كده. you should تقول له انت. يبقى نصحتني. تاني ماما نصحتني. تقول لي انت يبقى نصحتني انا. حلو. يبقى my mother advised me. my mother advised me. advice بيجي معاه to. تاني advice بيجي معاه ايه؟ to. يبقى my mother advised me. بص بقى to
يو لا. تو شود لا. مين اللي بعد شود؟ سي فعل في المصدر اهو، تو بيجي ورا الفعل في المصدر بس. دنتست فور هقول له يور ولا ماي؟ ماي، ما انا قلت هنا مي بتتحول لايه؟ لماي. خلي بالنا يا جماعه، ماما نصحتني ليه؟ جبتها منين؟ انا عرفت انا منين؟ يو بتتحول لاي، بس انا مش هينفع اقول ماي ماذر ادفايست اي، ماي ماذر ادفايست مي، لان اي ضمير فاعل بيجي في الاول بس، مش هيجي في النص كده في وسط الكلام عادي. طيب my mother advised me to see a dentist، اروح لدكتور السنان for my toothache، بسبب الم السنان بتاعي. طيب اللي بعديها بقى لو حد ركز كده او حد فاكر الامتحان الاول دي عكسها. هو هنا بيقول لك حط ايه؟ last. لما يجي يقول لك last كده، طب ما last ايه؟ هيعمل ايه؟ ما صح اهي. لا هو مش قصده على دي، هو قصده يحطها في الاول the last time، هتروح انت قال كده. طب انا عرفت منين؟ هتلاقي في الجمله يا haven't يا hasn't، او وهتلاقي since او for، بس الاغلب since. يبقى هتلاقي في الجمله كام حاجه؟ اتنين، يا haven't يا hasn't، وهتلاقي since او for، والاغلب since مش هتلاقي for الا نادرا يعني. يبقى اهو the last time، هتروح قايل كده the last time. خش بقى على الجمله، وي last دي ماضي بسيط يعني مش هينفع ولا have ولا has، يبقى the last time we received اهي. الفعل متصرف، ما كده كده متصرف اهو. بص بقى، any بتيجي مع النفي، مع السلامه any، مع السلامه any. يبقى the last time we received emails from them of that. اقول له since، اسف ما انا شلت have او has، اكتب since ازاي؟ بص بقى، was كان، لازم اقول كان. اخر مره جالي ايميلات كان الشهر اللي فات. سؤال صعب جدا 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 جدا، فكره صعبه جدا، مش اي حد هياخد باله، مش اي حد. اللي خد باله في الامتحان الاول هيحل دي بسرعه، اللي ما خدش باله في الامتحان الاول هيجي يتنح لدي. ليه؟ انا بقول لك هنا حط مين؟ لاست. بقول لك هنا يا جماعه حط مين؟ لاست. فاخد بالك لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت. لاست اصلا مكتوب، انا مش قصدي على دي. انا بقول لك حط لاست دي وابقى عامل حسابك كده، هتلاقي في الجمله هافنت او هازنت، وهتلاقي السنس، فهتروح شايل سنس وتروح شايل هافنت او هازنت، وتيجي في اول الجمله تقول لي ذا لاست تايم. ولاست اللي في الاخر دي سيبك زي ما هي، انا مش بتكلم عنها اصلا. هنا بقى بيقول لك يا جماعه حط سيلدم. سيلدم زيها زي ريرلي، معناهم نادرا. لو جمله مضارع كمل مضارع، لو جمله ماضي كمل ماضي. الجمله طبعا هنا مضارع عشان از، يبقى انا هقول له it seldom. كمل 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 كمل. جملتنا من بعد مين؟ من بعد to. يبقى it seldom rains، اس التحقق عشان مين؟ عشان it. مضارع he she it، باخد الفعل احط له اس التحقق، يبقى it seldom rains in the desert. طب الكلام ده ينطبق على seldom و rarely بس؟ لا، وكمان يا عم never زي ما قلنا في درس جرامر يونت 8 ادي never يا جماعه. وعندك برضو always، usually، often، sometimes. انا بقى عشان المكان عندي فركزوا بقى معايا لو سمحت. sometimes احيانا، often غالبا، usually عادة، always دائما، و never ابدا. seldom و rarely معناهم نادرا. please 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 كل دول بيجوا تاني كلمة في الجملة وراهم اي فعل في الانجليش. لو عايز تحط معاهم اما واذا وار، حط اما واذا وار الاول وبعديهم كمل الجملة عادي. تمام؟ فلو سمحت بليز جملتك دايما من بعد تو زي ما اتدربنا، او من بعد ذات. طيب خش بقى على القطعة. خش على القطعة يا شباب. القطعة هنا بيقول لك why is honesty. honesty يعني الصدق او الامانة، ما علينا لو حد مش عارف اهو. تالت كلمة في السؤال لاخر كلمة في السؤال، ويلا بينا تعال ندور. سؤال مقالي بس why معناها ايه؟ لماذا؟ طيب بيقول لك why is honesty considered a meaningful trait. meaningful please لازم كل الناس تبقى عارفه considered وعارفه meaningful. انا هنا بقول كمعنى، انا عادي ممكن اطلع الاجابه على طول، بس انا عايزك تبقى عارف معنى دول. considered يعني يعتبر، تمام، و meaningful يعني ذو معنى او مهم. a meaningful trait in our globalized world يعني الشيء، تمام، ذو معنى او ذو قيمه او مهم في العالم بتاعنا. طيب فين يا عم honesty؟ honesty is a core value. ممكن ناخد الجملة دي in a globalized world being truthful. كل ده اهي اهي يا جماعة. ده بس طلب اكتب قبلها because. طب حد خد الجملة الأولانية؟ تمام عادي برضه مفيش مشكلة، بس اكتب قبلها because. بس أنا رأيي خليك في الثانية هي اللي فيها أكتر، يعني فيها globalized world اهي،
فيها meaningful اهي، فيها trait اهي، فيها نفس الكلام اللي في السؤال يعني. بس طيب بسم الله. رقم 2 بيقول لك how does practicing تدرب the habit of على عادة الhonesty الصدق والأمان، يعني إنك دايما تقول الحق affect a person's mental health بيأثر على الصحة الذهنية للشخص، تعود على الصح يعني بتقول الحق ما بتكذبش. طيب تعال نطلع الكلام ده من قطعة. أنا هجيبه منين؟ هجيبه من دماغي؟ أكيد مش هجيبه من دماغي. تعال نبص على القطعة. ها بصوا يا جماعة يلا. اهي يا شباب بص. whether at school whether at school اهي دي number 1 number 2 اهو بص practicing تمام. وهنا the habit of honesty اهو honesty is a habit that leads to mental peace الصحة النفسية أو الهدوء النفسي and reduces stress بتقلل stress التوتر أو الضغط. بس كده. In what way does being truthful contribute to a student's personal progress؟ لو سمحت in what way يعني بأي طريقة أو بأي أسلوب. being truthful انك تصبح صادق او امين. contribute to يعني يساهم فيه، وخلي بالنا دي حاله شاذه ل to، لو جه وراها verb باخد الفيرب احط له ing. contribute to يعني يساهم فيه. students personal progress يعني تطور تمام الشخص او تطور الطالب الشخصي. حلو قوي، يعني تفيدك يعني كشخص ازاي. تعالى بقى نطلع الكلام ده، نحاول ان احنا نيجي هنا كده ايوه عشان بس الكلام يبقى ظاهر الحته دي والحته دي. ها كل واحد يبص كده. يا شباب هاي يقول لك this integrity يعني هذا الشيء is essential او الشيء ده ضروري مهم for personal progress and collective unity. طب ايوه هو ايه يعني كده؟ لسه ما قلتش هو ايه. تمام طيب يبقى لازم اجيب الجمله اللي قبليها اللي فيها اصلا الحته من السؤال اللي هي students. بص كده اهي، يبقى when students are honest about their work طلاب يبقوا صادقين عندهم ضمير يعني في شغلهم او في عملهم. they show respect بيظهروا الاحترام for their teachers تمام لمعلمينهم بقى and the educational culture والعمليه التعليميه او الثقافه التعليميه. كل واحد يعني بيحترم غيره، فانت هتحترمني انا هحترمك، انت هتذاكر انا هذاكر، هنفيد بعضين. بس اي كل ده. شفت اخدت الاجابه ازاي يا جماعه؟ شفت اخدت الاجابه ازاي؟ هتقول لي اجابه كبيره مش مشكلتي، هو اللي عاوز كده. السؤال قد ايه؟ بص السؤال قد ايه؟ هو اللي عاوز كده. تمام بس دي مش مشكلتي انا. هو مقسم لي جزء، حاطط جزء في جمله وحاطط الجزء الثاني في جمله. خد الجمله من النقطه للنقطه وريح دماغك وسهل الدنيا على نفسك تماما 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 تماما. ريح الدنيا يعني سهل الدنيا على نفسك وعليا. هنا بقى يا شباب بقول لك according to the passage لو سمحت محدش ينسى بالنسبه للقطعه. honesty helps to build. انا رايي يعني مش هبص فوق. الصدق والامانه بيساعد على ايه؟ على التراست، على الثقه، ان احنا يبقى فيه ثقه متبادله ما بيننا، انا واثق فيك وانت واثق فيا. بس honesty is described as a tradition that helps a teen develop a not identity. مش هجيب حاجه من دماغي، دور. شايف الكلام ده دور عليه اهي. بص allows a teen طفل او المراهق to build a unique identity and a healthy lifestyle. انزل بقى تحت كده اهو. honesty is described as a tradition that helps a teen develop يطور او ينمي او يحسن a unique identity. يبقى عندك شخصيه فريده من نوعها. unique يعني فريد من نوع. single لا، single يعني مفرد او وحيد. digital لا، ديجيتال دي يعني رقمي يعني على النت. بالانس طبعا يعني متوازن. لا 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 لا. خش على اللي بعده يا شباب يلا بينا. بيقول لك when ابو هريره was a child لما كان طفل his mother was a disbeliever مامته ما كانتش مسلمه، كانت كافره. طيب اللي بعديها بيقول لك how does Islam teach us؟ اسلام يعلمنا ايه؟ teach us to treat the environment ازاي نتعامل مع البيئه اللي احنا عايشين فيها. تمام طبعا نتعامل مع اي حد او نتعامل مع البيئه اللي احنا فيها او في اي مكان باحترام. يبقى to treat it with respect. طيب
اللي بعديها بقى مهمه قوي 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 قوي، ناس كتير لحد دلوقتي بيقروها غلط. plagiarism يعني السرقه الادبيه. يعني ايه؟ يعني دلوقتي حد مثلا منزل كتاب او حد عامل كتاب، فانا خدت الكتاب بتاعه ده، رحت مثال بسيط يعني، رحت واخد الكتاب ده مغير الكفر اللي بره وكاتب عليه اسمي وقلت ده الكتاب بتاعي وعملت فيها انا ابو العريف. تمام؟ دي اسمها plagiarism. اسمها ايه تاني؟ plagiarism. طيب هنا بيقول لك is considered يعني تعتبر a form شكل من اشكال ايه؟ الاونستي الصدق او الامانه because it shares ideas عشان كده احنا بنتشارك الافكار. لا طبعا، ده لو حد عملها صح ده يعني الحمد لله. طيب اللي بعديها بيقول لك Muslims mention Abraham اللي هو سيدنا ابراهيم. المسلمين يذكروا سيدنا ابراهام او ابراهيم، معروف عندنا بايه؟ during their daily prayers، او احنا بنقول واحنا بنصلي او في الصلوات. تمام؟ بنذكر سيدنا ابراهيم. ايوه، هو بيقول لك daily prayers في الصلوات يوميا. ايوه true 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 true. حلو قوي. خش بقى على الباراجراف. بيقول لك landmarks of Egypt، المناظر او الاماكن السياحيه في مصر and their cultural importance واهميتهم الثقافيه. هنا please don't forget، لو سمحت محدش ينسى، انت هتتكلم عن كذا مكان سياحي عندنا في بلدنا. عندك بقى Luxor and أسوان، عندك the Grand Egyptian Museum، عندك the Pyramids. عيش، هتقول هرجادة، الغردقة، شرم الشيخ، كل اللي انت عاوزه، بس اهم حاجه تجيب لي سيره كذا مكان، ما تسيبها ليش فاضيه. لو سبتها لي فاضيه او قلت لي مكان واحد مش هينفع. انا بقول لك لاند ماركس. اللي عايز بقى يستخدم جمل ورقه الباراجراف تمام، اللي عايز يكتب من دماغه تمام، بس بليز لازم تقول لي اكتر من مكان، لو حتى مكانين بس. يعني اول جمله تقول لي I'm going to talk about landmarks of Egypt and their cultural importance، بس بعد كده عيش بقى حياتك. طيب نخش بقى يا شباب على المهم. بيقول لك learning foreign language اللي احنا عملنا عليه باراجراف قبل كده، اللي هو كان اهميه تعلم لغه اجنبيه او لغات اجنبيه. يساعدنا، انا ليه قلت بقى يساعدنا؟ help us. ليه help us؟ اس التحقق، عشان انا بقول لك تعلم لغه اجنبيه مفرد عايده على ات، وكلام مضارع فخدت الفعل حطيت له اس التحقق. يعني لو حد قال تعلم لغه اجنبيه يساعدنا، لو حد قال يساعدنا او تساعدنا تعلم لغه اجنبيه. حلو. اس، انا ليه قلت اس او تساعدنا؟ عشان اس تساعدنا to read على قراءة، لو في قراءة أو قراءة على طول المعنى ما دام ماشي تمام. the best books أفضل الكتب. حلو. on science في on هنا جايب معنى على؟ لا طبعا مش هقول على العلوم. على العلوم إيه؟ اسمها في العلوم. بس ثانية واحدة، هنا حد قال في العلوم والطب اللي هو ميديسن، انجينيرنج الهندسة والهندسة والأدب. طب حد قال حتة مجالات دي، كلمة في مجالات، هي مجالات مكتوبة فوق، انا حطيتها من عندي، مش المعنى ماشي تمام. مفيش ترجمه حرفيه، مفيش لغه على كوكب الارض ولا الافلام ولا الاغاني دي بتجي لنا ترجمه حرفيه. مفيش هنا، انت بتستنتج المعنى، خد الدرجه والسلام عليكم بس. فلو حد ما قالش مجالات دي وقال في العلوم زي الفل صح. طب حد قال تعلم لغه اجنبيه تساعدنا على قراءه افضل الكتب، ما قالش يعني يساعدنا دي او تساعدنا دي في الاول، عادي جدا مفيش. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ بس ما احنا دايما بنقول ايه؟ practice makes perfect، الممارسه تؤدي الى اتقان. طول ما بتمارس طول ما هتتقن، يعني مش من مره واحده، لا مش هينفع، مش هتوصل. طيب اللي بعديها تعال بقى نخش على الانجليش. عندنا في الانجليش بقى يا شباب مفيش حاجه قلنا اسمها ان او لقد. لقد دي كان ليها قاعده، بس مفيش حاجه اسمها ان او لقد. يعني ان او لقد دي لقيتها موجوده اهي مع السلامه كده. بيقول لك الهويه الثقافيه تحدد اهميه كل فرد. الهويه الثقافيه تحدد. ثانيه واحده بقى، انا ابدا بتحدد ولا بالهويه الثقافيه؟ لا، قلنا الجمله الانجليش ليها ستايل. ايه الستايل؟ ضمير او اسم بعد كده فعل. يبقى انا هبدا بالهويه الثقافيه، يبقى the cultural identity. تمام؟ طيب يحدد اهميه كل فرد، يبقى هنا مش يحدد، مش يعني مش يحدد عدد لشيء. في حد ممكن يقول لك يحدد عدد لشيء اللي هي كلمه limit، لا هنا determines. حطيت بقى ايه؟ اس التحقق. ليه اس التحقق؟ عشان الهويه الثقافيه مفرد عايد على ات وكلام مضارع، فخدت الفعل حطيت له اس التحقق. يبقى determines the importance، أهمية يا جماعة الخير. the importance اللي قلناها 50,000 مرة. the importance، وما اسمهاش كده، اسمها the importance of كل فرد. فرد مفرد ها، يبقى قبلها every.
every أو each individual. في المجتمع يبقى in society. وتعطي and وقف بقى، اللي قبل and زي اللي بعد and. الانجليش كله كده، اللي قبل and زي اللي بعد and اهو. determines يبقى هنا gives اهو gives. ماشي. طيب انا بحط بس تحتها شرطتين عشان تاخد بالك، كل واحد ياخد باله. يا جماعه انت لو ما عملتش كده محدش هيقرا اللي انت كاتبه، محدش بيتكلم انجلش على كوكب الارض كده. طيب and gives معنى للحياه. and gives معنى للحياه يبقى gives a meaning. هو هنا مش يعني مين، ده معنى meaning. زي ما ضربتكم قبل كده وعلمتكم قبل كده، بقول لك يقرأ يعني ايه read. طب قراءة reading. طب يصوم fast. طب صيام fasting. نفس الكلام هنا يعني مين. طب معنى meaning بس هنا مفرد فعشان كده كتبت meaning للحياة يبقى meaning of life أو for life أو to life، براحتك أو براحتك. طيب في هذا الكون يبقى in this. بص بقى، هو ما قالش الكون بس، هو بيقول لك big universe. big universe. ليه انا بقول big universe؟ بقول لك الكون الكبير يبقى in this big universe. طب واحد يا عمي غلط او نسي وكتب world بدل universe، والله العظيم 3 صح. ما حد هيقول لك انت كاتب ايه، عادي المعنى ما دام واصل تمام. اهم حاجه كل الناس اللي قاعده تاخد بالها. هتبدا الكلام بمفرد عاقل او غير عاقل، خد الفعل حط له اس التحقق. كمل. أهمية يعني importance of، حط قبلها the importance of a مين أو every individual. فين؟ in society. طب and يعطي يعني give، بس أنا هنا اللي قبل and حطيت اس تحقق، ولا بعد and أحط اس تحقق. and gives يعني مين. طب معنى يعني meaning a meaning of life in this big universe، في هذا العالم الكبير. بس كده. خش بقى معايا على الامتحان رقم 3، وده آخر واحد معانا في الفيديو، تمام، عشان كل الناس تكون استفادت كويس جدا. مالكش دعوه برقم باللي فوق. بص هنا It's a novel about Charles Dickens أو by Charles Dickens. هسأل على كل ده. رواية لتشارلز ديكنز. واحد يجي يقول لي انت ما سألتش على الاسم ليه؟ ما هو هنا بيقول لك رواية لتشارلز ديكنز، أنا ما اعرفش اسمها إيه أصلا. فكل ده يبقى حاجة واحدة. تمام؟ حلو. أدي وات. سألت آخر كلمة أهو. تمام؟ حددت أداة الاستفهام وات. في از اور او كان او ويل، ادي از يبقى وات از ات بس. ات اهي واز اهي. اداه الاستفهام فعل مساعد الضمير او الاسم بس. انزل على رقم 2 في اس، اشطب على اس، اعكس از موجوده يبقى از ات واكتب بقى الكلام زي ما هو. از ات جريت اكسبكتيشنز. الاس هنا يا جماعه بس مش باينه شويه اهي. حد يفتكر ان انا مش كاتبها قاصد مثلا اهي. اهي is it great expectations. هل هي توقعات عظيمة أو تنبؤات عظيمة؟ لا خالص 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 خالص. تمام. هو هنا راح قايل له ايه؟ يعني انا مش جايب دي من دماغي، يعني انا عايز اللي انا بقوله لا يعني. طيب هنا yes it's great expectations. نعم هي قصة تنبؤات عظيمة أو توقعات عظيمة. طيب حلو قوي. رقم 3 بقى يا جماعة تحتيها مكتوب yes I would. دي would عرفت منين يا would؟ would دايما وراها الفعل في المصدر يا جماعة اهي would، لكن هاد بيجي وراها تصريف ثالث. فهنا yes I would prefer a hard cover. عايز cover قوي if possible لو متاح. يبقى انا رحت قايل ايه؟ بص اشطب على yes would زيها زي will اعكس او would you prefer a hard cover بس. هل تفضل cover قوي؟ راح قايل له ايه؟ yes I would prefer a hard cover if possible لو متاح. ف if possible دي مش محتاجينها هنا في السؤال بس كده. نيجي على اللي بعديها يا شباب. عندنا رقم 4 تحتيها مكتوب no. مكتوب ايه يا جماعة؟ no. يبقى أنا هعمل كده وبعد no مكتوب I haven't. اقف بقى. هنا في is أو are أو كان أو will؟ لا بس في have وراها تصريف ثالث زيها زيهم. ده فعل مساعد يبقى have you read it before بس. اقف بقى لحد هنا. ليه بقى ما تكملش اللي بعد بات ده او بات واللي بعديها؟ ما انا ما اعرفش بقى بات دي ما انا ولكن هو هنا قايلها في الاجابه انا ما اعرفش حاجه. يبقى have you read it before؟ هل قرأتها من قبل؟ بس
خدت الكلام اللي تحت طلعته فوق، وفي رقم 3 خدت اللي تحت طلعته فوق، ما عملتش حاجه. طيب يلا بينا. دلوقتي بيقول لك في اول سؤال في التشوز many teens، يعني مراهقين كتير use a fitness نقط to track their daily steps عشان يبقى عارفين مشيوا كام خطوه يوميا، تمام؟ and calories وحرقوا كام سعره حراريه. حلو قوي. كل ده هيعرفوا منين؟ عن طريق برنامج. طيب اللي بعديها بيقول لك trying new foods، تجرب اكلات جديده is a great way، طبعا عشان تستكشف. يا جماعه لو حد فاكر كلمات يونت 7، لو حد فاكر، تستكشف ثقافات جديده and flavors ونكهات جديده، وصفات اكل يعني اسمها explore يستكشف. لكن swap يعني يبدل، combine يعني يخلط، وسمر دي لا 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 خالص، تمام؟ سيبك منها اصلا. طيب اللي بعديها بيقول لك the ancient Egyptians، المصريين القدماء، created ابتكروا، detailed يعني ايه بالتفصيل، on temple walls على حيطان المعابد، to tell stories of their civilization عشان يقولوا قصص او كل حاجه عن الحضاره بتاعتهم، their civilizations. طبعا النقوش اللي موجوده في جدران المعابد، نقوش يعني carvings، نقوش يعني ايه يا جماعه؟ carvings. حلو قوي. نيجي على رقم 4. قبل ما تجاوب، قبل ما تعمل اي حاجه، مكتوب امير wanted to know، ماضي بكمل ماضي، بس بليز محدش ينسى عندنا asked اللي هي asked، بس مش اسمها asked، اسمها asked. الكي لما بيجي وراها اي دي بتنطق تي، يبقى asked، we wanted to know، we inquired، تمام؟ ولو حد فاكر يا شباب قلنا asked، افتكر معايا wanted to know و inquired، تمام؟ كان في حاجه رابعه افكر. كان عندنا 4 افعال. wondered يعني ايه؟ تعجب. asked سأل او طلب او امر. inquired استفسر. wanted to know اراد ان يعرف. wondered يعني تعجب. ماضي كمل ماضي، بس خد بالك ال4 دول بيجي وراهم اي اداة استفهام او اف او weather اللي هي حروفها WHETHER. بص بقى، امير wanted to know اف، ادي اف اهي. بعد اي اداه استفهام او اف او whether لازم نعمل شكل جمله، بس هنا ماضي بكمل ماضي. ما ينفعش have، ينفع had، ما ينفعش finish، ما ينفعش will مستقبل، ما ينفعش مضارع ولا مستقبل ولا المضارع دي، لازم ماضي. طيب نيجي على اللي بعديها I would rather you. اقف بقى معلش، دي موجوده كده في يونت 7. would rather و had better اهي. would rather، خلي بالكوا هنا معلش، would rather و had better يعني يفضل أن. would rather و had better يعني يفضل أن، بيجي وراهم الفعل في المصدر، الاثنين بيجي وراهم مصدر. طيب دي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية would rather أو had better وراهم ضمير أو اسم زي اللي قدامك كده في السؤال، هتروح للقاعدة الثانية، هتختار ماضي بسيط. don't مضارع ما ينفعش، haven't مضارع ما ينفعش، won't مستقبل اللي هي will ما ينفعش. طيب ركز معايا، لو would rather او had better وراها ضمير او اسم بعد كده النقط، في الجمله في الاخر في حاجه بتدل على الماضي، هتختار ماضي تام، had والتصريف الثالث، تمام؟ يبقى would rather و had better بيجي وراهم فعل في المصدر، لو النقط وراهم على طول. طب وراهم ضمير او اسم بعد كده النقط، هتروح للماضي البسيط. طب would rather و had better وراهم ضمير او اسم بعد كده النقط، بس في اخر الجمله في حاجه بتدل على الماضي زي yesterday مثلا، هنختار ماضي تام اللي هو had والتصريف الثالث، تمام؟ طيب عندنا برضو حاجه كمان، عندنا كلمه اسمها it's time، يعني انه في وقت، يعني الحاجه دي لسه حاصله. it's time ممكن يجي لك وراها نقط على طول، اسمها it's time to والفعل في المصدر. طب it's time وراها ضمير او اسم زي المنظر ده كده، يعني it's time you بعد كده نقط، هتيجي تختار الماضي البسيط. طب it's time وراها ضمير او اسم زي المنظر ده كده، بس في الجمله في الاخر في ماضي بسيط في الاخر هنا كده، yesterday last ago in the past والكلام ده، هتروح عامل ايه؟ اختار had والتصريف الثالث. اوكي، كل ده موجود عندك في جرامر يونت 7، كل ده مع الماضي البسيط، كل ده مع الماضي البسيط. طيب معايا على اللي بعديها بيقول لك people now جمع، يعني عايده على they. لو جمله مضارع هنختار الفعل في المصدر، تمام؟ او بص كمل كده، people now more on renewable energy sources than they did in the past. هنا بيضحك علينا،
بيقول لك دلوقتي الناس دلوقتي لازم اللي ورا ناو ده، لازم مضارع بسيط غصب عننا. هتيجي تقول لي طب ام ويز ورا لاين جي، اسف ام ويز ورا لاين جي بيجوا تاني كلمه، ما ينفعش يجوا تالت كلمه. تمام؟ طب واحد يجي يقول لي هاف، هقول لك اسف مفيش كلمه داله. سينس، فور، جاست، اوريدي، ايفر، نيفر، يت، ليتلي، ريسنتلي، سو فار، اب تيل ناو، مفيش. بين تو، جان تو، مفيش. جمله فيها عدد لشيء، مفيش. فكل ده ما ينفعش هاف او هاز التصريف التالي. وانا ما عنديش الا اللي فيها اس التحقق يا اما المصدر. بص على اول كلمه people جمع يبقى فعل في المصدر، بس كده البريزنت سمبل المضارع البسيط. طيب لا لسه. خش بقى معايا على الري رايت. يلا يا شباب، اول واحده بيقول لك حط هاد اوريدي. ايوه طب معلش، هو هاد بيجي معاها كلمات داله اللي هو مين، after، as soon as، before، by the time، till، until، no sooner، hardly، scarcely، so far. لا hardly و scarcely بس، او no sooner. تمام حلو قوي. طيب في مشكله هنا بقى، ممكن برضو it was only when، it wasn't until. تمام بس ما فيش اي حاجه من دول هنا. يبقى انت هتعمل ايه؟ هتروح للحاجه البديله اللي انا بعلمها لكم من اول ما خدنا الدرس ده. بص على الحدث الاول، الجمله اللي فيها الحدث الاول حط فيها هاد والتصريف الثالث. الجمله اللي فيها حدث الاول حط فيها ايه؟ هاد والتصريف الثالث. اهو بيقول لك when we arrived at the station، لما وصلنا المحطه، عندما وصلنا المحطه the train left. هو ده الحدث الاول، قطر غادر، يعني القطر كان مشي. تمام يبقى الاولانيه زي ما هي، حط فاصله في النص الكومه، the train بدل had left هتخليها had already left. هو سؤال سهل بس يعني فيها سنه تفكير، لازم تشوف مين الحدث الاول. دايما الحدث الاول ماضي تام. رقم 2 يا جماعه بيقول لك حط warn ولا warned. warned حذر، دايما بيجي معاها to يا اما not to. تمام، لو عايز تعرف تحط معاها to ولا not to بص على اول كلمه هنا. لو هنا مصدر يبقى to، هنا نفي يبقى not to. اهو خد الكلام اللي بره، the engineer warned the worker. اهو the engineer warned the worker، المهندس حذر العامل. اهو بدل don't مع السلامه، not to. ايه بقى؟ touch the electrical wires. اهو ما يلمس سلوك الكهرباء. بس كده شكرا. يبقى احنا كده عندنا في افعال يا جماعه نفتكرها. promised بيجي معاه to والمصدر، denied بيجي وراه ing، وادي عندك warned زائد ضمير او اسم زائد not to زائد المصدر عشان هنا في نفي اللي هو don't، وعندك كلمه advised نصح، advised زائد ضمير او اسم زائد to زائد المصدر. طيب يلا بينا يا شباب، سؤال متكرر موجود في الامتحان الاول وفي الامتحان الثاني وفي الامتحان الثالث. بيقول لك حط السنس. لو لقيت لاست هتعمل ايه؟ شيل لاست حط هافنت او هازنت. في اي يبقى اي هافنت. تمام اللي قلنا في الامتحان الاول وفي الامتحان الثاني اي هافنت. سي ما ينفعش، ولا سو لا. التصريف الثالث سين يا جماعه ماشي. التصريف الثالث ايه؟ سين. يبقى اي هافنت سين. كمل ماي كازن. اقف بقى دي كده هتشيلها هتبقى سينس. هتبقى ايه؟ سينس ايه بقى؟ كام سنه؟ بيقول لك 2 years، يعني احنا في سنه 2026 نقص سنتين يبقى 2024 2024. اللي بعديها دينايد اللي انا لسه قايلها لكم وعمال اقولها لكم من اول امتحان. دينايد يعني انكر، بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي. يبقى انت هتقول ذا ليتل بوي، هتشيل سيد تقول ذا ليتل بوي، شيل الاقواس شيل الفاصله يبقى ذا ليتل بوي دينايد. تخش بقى على الجمله. اي لا، didn't لا، الفعل اهو اللي ورا didn't الفعل في المصدر، يبقى بدل break خليها breaking. يبقى I didn't او the little boy didn't break in the window. بس الولد او the little boy denied breaking the window. يعني ايه the little boy denied breaking the window؟ يعني الولد الصغير انكر ان هو اللي كسر الشباك. احنا بقى نخش على القطعة اللي بتتكلم عن plagiarism. محدش ينسى يا جماعة لو سمحت plagiarism يعني السرقة الأدبية. يعني باخد حاجة من حد مش بتاعتي، كتاب مثلا عليه اسم حد هو اللي مألفه، خدته غيرت الكفر، غيرت مثلا الطباعة ورحت حاطط عليه كفر بتاعي باسمي، أنا كده خدت الحاجة دي ودي حاجة مش ملكي. طيب أول سؤال يا شباب أهو. بص معلش هنبينها شوية. مش باينة.
هي what's plagiarism defined in the passage في القطعة. معناها ايه في القطعة؟ اهي plagiarism is fundamentally شيء اساسي the act of using someone else's work. تاخد الشغل بتاع حد تاني، تمام؟ الاساسي بتاعها يعني تاخد الشغل بتاع حد تاني، دي سرقة، تمام؟ or ideas او الافكار without يعني بدون giving them proper credit، من غير ما تديهم اي شيء او انك تشكر الشخص ده على اي حاجة، تمام؟ فهذه الاجابة نمبر 1. نخش على نمبر 2. نمبر 2 يا شباب بيقول لك why do schools impose strict penalties for plagiarism. لو حد مش عارف المعنى عادي هنطلع الإجابة من فوق، بس أنا هقول لك المعنى هنا. بيقول لك ليه المدارس impose بتفرض strict يعني صارم penalties يعني عقوبات، يبقى ليه المدارس تفرض عقوبات صارمة for plagiarism على السرقات الأدبية. حلو قوي، دور اهي بص. Schools often impose strict penalties for plagiarism, ranging from failing grades to expulsion. It also damages personal reputation significantly. واحد يقول لي انا خدتها من النقطة للنقطة، ايوه بس ثانية واحدة، انا بقول لك ايه؟ واي ليه؟ لو انت خدت الجملة الأولانية بس بتقلل الدرجات، مثلا هنقلل لك الدرجات، ماشي حلو قوي، طب وبعدين بتدمر بقى سمعة الشخص ده، تمام؟ ريبيوتيشن يعني سمعة، تمام؟ وبيرسونال طبعا يعني شخصي، وطبعا دامجز اللي هي يدمر. وخلي بالكم يا جماعه الكلام مضارع، خدت برضو الفعل حطيت له اس التحقق، خدت الفعل حطيت له اس التحقق. هاي خدت الفعل حطيت له يا جماعه اس التحقق. طيب نيجي على نمبر 3. بيقول لك ممكن نبينها سنه بس. بيقول لك how can students طلاب اهو avoid committing plagiarism according to the text. بص يا جماعه بيقول لي according to the text بالنسبه للقطعه، فوق في القطعه الاجابه فوق، تمام؟ محدش ينسى شكل السؤال بأداة استفهام فعل مساعد ضمير او اسم، أداة استفهام فعل مساعد ضمير او اسم، أداة استفهام فعل مساعد ضمير او اسم. بص لو حد نسي يحل المحادثه ازاي، بص على السؤال المقالي بتاع القطعه. شكرا جزيلا. طيب بص بقى بيقول لك how can students avoid committing plagiarism according to the text. ازاي يتجنبوا ان هم يعملوا حاجه زي كده؟ حلو، بص بقى معايا في القصه اهو، بص ادي plagiarism اهي، بص to avoid، معلش دي كده نمبر 2 to avoid plagiarism اهي، خد بقى جملتها students should الطلاب يجب عليهم always دائما cite their sources يقولوا مصادرهم using proper formatting styles like APA or MLA. اشكال formatting styles يعني اشكال. حلو كده، هو زي ما هو كاتبها كده وريح دماغك، بس من نقطة اهو، من نقطة للنقطة. please don't forget، لو سمحت ما حدش ينساه. طيب تعالى نخش على اللي بعده. يا شباب بيقول لك what's a mentioned consequence of plagiarism. هنطلعها من القطع. mentioned consequence of plagiarism. mentioned consequence of plagiarism. طلع بقى دي من القطع، شوف كده، جرب كده. بصوا يا جماعة اهي expulsion يعني الطرد، expulsion يعني تطرد، تاخد درجات قليلة مثلا او يسقطوك ويطردوك. ما علينا، ثانية بس هوريكم حاجة دي صعبة. extra credit مش في القطعة، يعني اقلب القطعة كده عليها. طيب a warning only تحذير فقط مش في القطعة. a longer deadline مش في القطعة. الوحيدة اللي فوق في القطعة expulsion. انا هسيب لكم القطعة اهو عشان اقنعك. هتقول لي يا عم انت هنفضل باصين هتطول وقت الفيديو، معلش انا اسف. بصوا القطعة قدامكم اهي، شوف اي حاجة من التلاتة التانيين. انا بعدت خالص اهو، الواحد كده يبص بعينيه على سطر ولا بترجم ولا حاجة، بص بس على الكلام اللي في الاختيارات ده ودور عليه فوق. مفيش، الوحيدة اللي موجودة اهو expulsion. كلمة expulsion دي يعني طرد. طب يا عم افرض انا بحل القطعة مش عارف معناها، مش مهم. انا مش بقول لك ترجم،
مش بقول لك translate، انا بقول لك ايه answer the following passage، جاوب القطعه بس. وبعدين برضو خد بالك، برضو مش بيقول لك ترجم، هو بيقول لك read، اقرا قبل اي حاجه اهو. بص read او read اقرا مش ترجم. هو هنا مش بيقول لك translate، مش ترجم لي، انا مش عايز منك ترجمه قبل اي شيء يعني. طيب نخش على 4 اسئله بتوع الاسلامك، او ال4 اسئله. واتس ذا سيكونس اوف التسلسل الزمني اوف تيلينج لايز، لما تقعد تكذب as mentioned in the text. لا ده مش اسلامك، ده لسه سؤالين او لسه يعني، ده زيه زي القطعه. تمام زيه زي القطعه. الاسلامك زيه زي القطعه. تمام. فالاجابه طبعا هتبقى ويكتنس اند هيل فاير. اكيد مش السعاده، لما الشخص كذاب اكيد مش هيبقى سعيد. سكسس نجاح، ويلث ثروه، لا ويكتنس اند هيل فاير. تمام هروح النار. طيب اللي بعديها ويكنس اند هيل فاير، ده معناه اللي بعديها ابراهامز people rejected، رفضوا. قوم سيدنا ابراهيم رفضوا his call، دعوته. and threatened to، وهددوا ان هم يعملوا فيه ايه him alive، هددوا ان هم يحرقوه burn him alive. حلو قوي. اول سؤال بقى، او هنا في الترو والفولس بيقول لك ابو هريره called، تمام، طفيل بن عمرو to embrace اسلام. ابو هريره طلب من الطفيل بن عمرو ان هو يعتنق الاسلام. لا. طيب اللي بعديها اسلام teaches that all beings، الاسلام يعلمنا ان كل الاشياء حوالينا should be treated، او كل البشر should be treated، لازم ان احنا نعملهم ايه with respect. من يا عم من غير ما تكمل، respect احترام طبعا، او honor صدق بقى او امانه. طيب او كرم and dignity يعني كرم. حلو قوي. فالاجابه true. طيب يلا بينا. بيقول لك the importance of teaching young people good values، أهمية تعليم الشباب good values، يعني القيم الجيدة. أنت هنا بقى لازم تقول يا شباب شوية قيم كده أو شوية أخلاق لازم تذكرها لي. يعني مثلا زي كده، يعني مثلا we should teach. طبعا بقى لو حد عايز يستخدم ورقة الباراجراف تمام، ده أنا بكلمك في النص جوه الموضوع. تقولي we should teach young people، يجب أن نعلم الشباب الصغير، أو بص how to be generous، يعني كرمة. generous دي معناها كريم. comment مثلا أو كما مثلا. طيب honor، علمهم الأونر، شخص كده معتز بنفسه، تمام، عنده كرامة يعني. and مثلا helpful، يساعدوا أو مساعدة to others، مساعدة الآخرين. طبعا بقى هنا مثلا نحط كلمة respect، احترام. we should respect others، يجب عليهم، أو young people should respect others، يجب عليهم إن هم يحترموا الآخرين. تمام. ممكن مثلا حد يقول بقى يساعدوا الفقراء، يساعدوا كبار السن، يساعدوا المحتاجين. يعني مثلا ممكن تقول ايه young people should، تمام، help the poor، الفقراء اهو the poor، the needy، المحتاجين، and elderly people. كده يا شباب. بس اي قيم او اخلاق او مبادئ اي حاجه كويسه يعني. طيب خش بقى على الترانزليشن. prevention is better than cure، الحته دي كده يا جماعه معناها الوقايه خير من العلاج. prevention is better than cure، علاج يعني cure، better than يعني افضل من او خير منه، prevention يعني منع او وقايه من شيء. يبقى prevention is better than cure يعني الوقايه خير من العلاج. طيب حلو قوي اهو نقطه. بيقول لك make sure يعني تأكد أو احرص على you follow a healthy routine، احرص على اتباع نمط حياة صحي، أو احرص على اتباع أسلوب حياة صحي. والله براحتك اكتب أنت عاوزه، مفيش ترجمة حرفية زي ما اتفقنا. so that حتى، أو لذلك، حتى، أو you can keep يعني حافظ على، يبقى حتى تحافظ على yourself healthy، تحافظ على صحتك. شكرا. طيب اخر حاجه بقى معانا هنا
بيقول لك بقى يا شباب، تتميز المدن المصرية. هبدأ بتتميز ولا المدن المصرية؟ فكر كده. ها. مم. اقول ايه؟ ها، فكر كده. فكر كده. بيقول لك تتميز المدن المصرية، يبقى هتقول ايه؟ ايجيبشن او دي ايجيبشن. ابدأ بالضمير والاسم زي ما اتفقنا يا شباب، اوعى حد ينسى. دي ايجيبشن سيريز. هنا بقى يا جماعة في مشكلة. بقول لك تتميز المدن المصرية مثل الأقصر وأسوان أو بطباعها العصري والتقليدي. في فعل؟ والله العظيم ما في، ولا حد هيجي يقول لك اكتب أما وإذا وآر. مش هيجي يقول لك. يبقى هنا هتقول the Egyptian cities are special. يتميز بقى، تتميز، مميز، أو are special. طيب لو هو عايز يلعب، يكتب، يجري، يمشي، ينام، يسافر، يذهب، لو هو عايز فعل هيكتب لك الفعل بس. يبقى the Egyptian cities are special. like. like هنا يا جماعة بمعنى مثل. ممكن حد يقول for example، ممكن حد يقول as عادي. Luxor and as one. حلو. بطباعها العصري والتقليدي. يبقى with current and tradition، اللي هو تقليدي أو traditional، عشان دي تقليدي. تقليدي يعني tradition. تقليدي traditional. طيب العصري بقى يبقى current ولا currently؟ current عادي، ما فيهاش أي مشكلة. with current and traditional impressions. impressions يعني طباع، دي اي، مش مشكلة. impressions. بس كده. impressions يعني طباع، اللي هي دي. وبي اللي هي with. لو حد مش عايز يكتب with وكتب باي، مفيش أي مشكلة، عادي. باي معناها بي، مفيش أي مشكلة. يبقى the Egyptian cities مفيش فعل، هتقول are special. special مميز. حلو قوي. like يعني مثل. حد مش عاوز كتب as معناها مثل. طب حد كتب for example اهي، برضو معناها مثل. كل ده معناه مثل. Luxor and Aswan دي سهلة. حد عايز يقول be with تمام، لحد عايز يقول by تمام. current and traditional يعني تقليدي. current يعني عصري أو حالي تمام. و impressions يعني طباع. بس كده. بس كده كده نكون خلصنا.